عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، واحدة من الأبعاد الرئيسية هي عسكرة الدولة المصرية. كان واحدة من الحاجات الأساسية التي جاء بها 30 يونيو و3/7 أخوانة المؤسسات المصرية. كان هذا اسما كبيرا، كانوا بيقولوا للناس احنا خايفين من أخوانة المؤسسات المصرية. بالمناسبة مؤسسة القضاء كانت من المؤسسات التي يقال نحن نخشى من أخوانة مؤسسة القضاء، نحن نخشى من أخوانة مؤسسة الجيش، نحن نخشى من أخوانة مؤسسة الشرطة. طيب النهارده في عندنا مشهد جديد بيؤكد عسكرة مؤسسات الدولة. السلطة القضائية في أي جمهورية موز حتى هي سلطة مستقلة في الأساس، يجب أن يبتعد القاضي والقضاة عن كل المؤسسات الحاكمة التنفيذية بالذات، علشان ممكن جدا 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 يحصل ان مواطن غلبان زي يروح يرفع قضيه على السيد رئيس الجمهوريه او يروح يرفع قضيه على السيد وزير الدفاع. فالقاضي ده بيمشي وبيترقى من اول ما يتخرج من كليه الحقوق لغايه ما يقعد على منصه القضاء في منظومه خاصه قضائيه عدليه هدفها الرئيسي ابتعاده تماما، لا يبقى مع مواطنين الشارع زيي فبيبقى درجه عليا ومختلفة في المجتمع، ولا يبقى جزء من الدولة التنفيذية بوزاراتها المختلفة، سواء رئيس جمهورية، سواء وزارة داخلية، سواء وزارة دفاع، سواء وزارة عدل حتى. فلما يجي القاضي أو القضاة يقعدوا على المنصة يبقوا جايين بلا انحيازات. ده الأصل في موضوع استقلال القضاء، مش متأثرين ومرتباتهم حلوة ومعاهم ظروفهم الاجتماعية وكادرهم الوظيفي المالي أحسن شيء على الإطلاق. المفروض حتى يبقوا أحسن من الضباط وضباط الأجهزة كمان. ليه؟ عشان ينظر للجميع زي كده التمثال بتاع الست بتاعت العدالة، أعمى لا يرى أحدا، يسمع الكلام المكتوب في الأوراق المرافعات ثم يحكم. لما المؤسسة العسكرية تقرر انها تدخل السادة القضاة الكلية الحربية زيهم زي طلاب ثانوي وتقعد تعمل لهم اختبارات من اول لا مؤاخذة الوزن لا مؤاخذة نطة الثقة لا مؤاخذة التدريبات، كأنهم لسه بيبدأوا حياتهم بشكل جديد، وكأن الخطاب اللي احنا ماشيين بيه هو خطاب عنوانه الرئيسي دولة مؤسسات، بس حرفيا كلنا ضباط مع بعضينا، يبقى انت يجب ان تستشعر الخطر مش بس على الديمقراطية وحقوق الانسان، لا 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 على منظومة العدل بذاتها اللي هي اخر باب نجاة لاي نظام سياسي. الخبر اللي انا جايبه لك ده يعني سيبكم بقى من البوست، انا بتكلم على الخبر. الخبر اللي انا جايبه لحضرتك ده يا استاذ احمد برضو من عشرات من القضاة طبعا. معالي المستشار الجليل محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى، ده اعلى مستوى في التقاضي المصري، ده نادي قضاة مصر، تحية اعزاز وتقدير وموده واحترام. يطيب لنا في البداية أن ننقل لسيادتكم تحيات ومحبة وتقدير قضاة مصر، وهو ما نعلم يقينا أنكم تستشعرونه من تواصلكم المباشر بهم من خلال سياسة الباب المفتوح التي تفضلتم بها منذ أن توليتم منصبكم الرفيع. الراجل فاتح بابه لأي قاضي في جمهورية مصر العربية كرئيس مجلس القضاء الأعلى يرحب به ويدخله يستمع منه ويتحدث إليه. وفي النهايه بيقول له ثقتنا الاكيده تا 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 تا، كلام جميل ومحترم حوالين دور نادي قضاة مصر المساند للمجلس الموقر في تلك المسؤوليه الكبيره. نعرض على سيادتكم الاتي. اولا، بالنسبه للتعميم الصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء للساده الوزراء بضروره اجتياز المرشحين لاي وظيفه من الوظائف الحكوميه لدوره لمده 6 أشهر بالكليه الحربيه مع اعتبار ذلك من مسوغات التعيين. خد بالك بقى كده، الكلام خرج من القضاء راح لكل الوزارات. طب نقف فين؟ اقف يا استاذ حسان والنبي. افهم من كده انه الموظفين العموميين في وزاره الزراعه لازم يروحوا ياخدوا دوره 6 شهور
بناء على قرار رسمي اداري من السيد رئيس الوزراء علشان يبقوا مزارعين محاربين؟ افهم من كده انه المدرسين المهمين والاساتذه الافاضل في وزاره التربيه والتعليم يروحوا ياخدوا دوره 6 شهور في الكليه الحربيه؟ افهم من كده انه الساده الاطباء المهمين المؤثرين في وزاره الصحه المفروض يروحوا ياخدوا دوره تدريبيه؟ قوي بقى. وعايز نكسبها؟ يعني انت دوله شغاله بهذا المنطق، اول شيء في هذا القرار معناه باختصار ان الدوله ترى في الموظف المدني موظف اقل في قدراته في وظيفته لانه ما راحش الحربيه. طب خلاص يا جماعه فاهم انت العقل؟ فاكرين انتوا هو المدني اللي هنا فين؟ خلاص بقى هو بيتعامل من هنا ورايح انه المدني في الحكومه المصريه ما ينفعناش، لازم ياخد 6 شهور عسكري عشان يبقى كده مدني صح. هياخد في 6 شهور عسكري ايه؟ علوم اداريه؟ لا، استراتيجيات وتفكير استراتيجي. تنفع على فكره، لو يعني حلوه اخدها، لو في كورس كده اروح اخده. لا، تفاوض ومانجمنت واداره موارد؟ لا، 6 شهور زيه زي اي طالب في الكليه الحربيه لسه داخل ثاني ومد والعاب جمباز واستيقاظ صباحي واختراق الضاحيه والبتاع، ثم شويه عسكريه اوامر، ثم دراسه بسيطه جدا في السلاح والتسليح واستخدام الاسلحه وبتاع بطلقه بعدد 4 رصاصات تدريبيه. يعني انت بتخش في ال6 شهور دول تضرب 4 طلقات، ده لو ضربتهم. طب احنا بنعسكر الدوله دي ليه؟ مزاج السيد الرئيس كده ولا شيء اخر على فكره. طب عندنا الموارد، ما هو الحاجات دي هتتكلف فلوس. الموظف ده لا مؤاخذه هيسيب شغلانته الاساسيه اللي بيقبض منها ويروح، ودول بقى على مستوى المحافظات والجمهوريه، ويروح يقعد في الكليه الحربيه دي 6 شهور وياخد اجازات زي الطلبه، يخرج خميس وجمعه، معرفش اكيد بيحلقوا له شعره طبعا. يكمل كده؟ هيكمل كده. على حساب مين؟ على حساب المواطن المصري صاحب المحل الكريم الاصيل. ال100 مليون اصيل دول بناخد منهم فلوس عشان نعمل كلام لا علاقه له لا بالدوله ولا بالعسكريه. خدوا بال حضراتكم، واحده من النقاط الاساسيه والمهمه جدا في قوه العساكر ايه؟ ندره علومهم على العوام. يعني انت مش كل الناس لازم تفهم عسكريه واستراتيجيه وتدخل وابرار ده كلام بتاع الخواص، بتاع فئه معينه، عشان لما نحتاجها تيجي تستخدم هذا الكلام وتطبق هذه العلوم. لما تعممه يبقى انت بتعمم الحرب الاهليه اللي على النموذج السوداني قريبا ان شاء الله على ايد عبد الفتاح السيسي. ليه؟ الراجل الاستاذ احمد عطوان ده المدير الكبير في وزاره التربيه والتعليم، في سن مثلا ال 40 سنه، اتعلم ضرب نار وبتاع، في اي خناقه خلاص خلص الموضوع. يعني بقى تمام، بقى هو خلاص موظف المستعد للقتال. طب ايه بقى؟ بنعمل احنا الكلام ده ليه؟ عشان لما نتخانق مع بعض يبقى في مقاتلين في كل الاطراف، كل الناس عندها ناس بتفهم في الموضوع، كل الناس عندها ناس فاهمه استراتيجيه عسكريه واوامر وبتاع. قول لي سبب واحد منطقي احنا بنعمل الكلام ده ليه؟ تفتكر يا استاذ احمد يعني ما الذي يحدث في مصر